عسلامة. كتابنا اليوم شيزوفرينيا للكاتب التونسي هادي تيمومي، صاحب رائعة قيامة الحشاشين. تروي الرواية قصة عائلة بورناس. هذه العائلة الغنية التي أطردت من منزلها نتيجة إفلاس مصنعها، وانتقلت لتسكن في خربة قرب جبل بوكارني، واصطحبت معها من كان في خدمتها على مر سنوات، وهي عائلة دعلوش. من هنا تبدأ حياة أخرى لأبطال الرواية، حياة يأخذنا فيها الكاتب إلى عالم الجن والعفاريت والأساطير، وإلى عالم الصوفي أحمد بن علي البوني وكتابه شمس المعارف الكبرى، وهو كتاب سحر وشعوذة يقال كتبه بأمر من الشيطان. بين الحقيقة وعالم الجن، وبين الواقع والأحلام تتعقد الأمور، فيتخلى زكريا المهندس عن منهجه العلمي ويغوص في عالم السحر والطلاسم، ويسعى قاسم إلى التنقيب عن كنزه القرطاجني باستعمال أسوأ الوسائل. هي فعلا شيزوفرينيا يعيشها أبطال الرواية، مرض الفصام الذي عزلهم عن محيطهم، إضافة إلى الهلوسات والاضطرابات النفسية. يستعرض الكاتب ببراعة فائقة عالما متشابكا في الرواية، مسلطا الضوء على الخرافات التي لا تزال تؤثر في حياة الناس، ويدفع القارئ للتفكير النقدي في مدى تأثير هذه الخرافات على واقعنا. رواية رائعة، أنصحكم بقراءتها، ولا تنسوا المشاركة في القناة، وشكرا.